بركوكس نافس حامي يرقص. أرواحي نعلمك بركوكس بنات الغرب من القلب وبجميع الأسرار. غادي تولي محترفة وديري في رمشة عين. واليوم ما جبت لكمش غير وصفة، غادي نوري لكم كيفاش طيبي بركوكس ولا أي حاجة حريرة شوربة، المهم بكميات كبيرة وبطريقة سهلة مهلة. نقول لكم تبعوا معايا الفيديو من الأول للأخير وسمعوني مليح، ولا بغيتو خلوا لي جامو كومنتار وما تنساوش تبارطاجوا الفيديو. ونبداو على بركة الله. القدرة اللي استعملتها ترفد 8 لتر، تبغي ديري قدرة ولا كوكوت المهم نفس الحجم. درت 2 حبات بصل يكونوا فريمون كبار، زدت لهم 4 حبات طوماطيس تاني كبار، هنا درت 3 ابخي زدت حبه، و5 حبات حتى 6 حبات زروديه. الا كانت كبيره ديري 5 ولا كانت متوسطه ديري 6. البركوكس يبغي الزروديه. زدت 7 حبات ثوم، زدت اللحم، درت صدر تاع الدجاج، 2 مغارف معمرين بيان طوماط كونسونطري وشويه هريسه، ودرت 1.5 جامبو، ودرت ربطه قزبر، وزدت الحمار واحد المغرف هكا مليح حمار حلو، درت كركم زنجبيل، درت توابل تاع البركوكس، ودرت قزبر بودره، وبيان سور فلفل كحل وفلفل حار، ومغرف معمر بيان ملح. جاتني سوا سوا. قلوهم مليح حتى يدبالوا، ابخي مرقوهم بماء حامي وزيدوا لهم وحده حار. وبصراحه انا ما قليتهمش، والسبب الله اكبر. الحكايه كامله حطيتها لكم في فلوق يناير، اللي راها باغيه تعرف تروح تشوف لا فيديو اللي قبل هادي. وبالك وتنساو الزيت كيما انا. وبالمناسبه مليح كي تقلي بصح شي عادي مش ضروري. درت تقريبا كميه تاع 1 الكيلو تاع بركوكس مفتول في الدار ومحبوك مليح، وهذا شي ضروري لازم يكون محبوك مليح باش ما يتحللكمش في المرقه تاعكم وتجيكم بيضه. خليته ينشف مليح، ابخي درتو يفور فوق هذيك المرقه، ورحت نخدم الدرسه درت فيها 6 حبات تاع ثوم، ودرت فيها نص ربطه تاع قزبر غير الورق، وماذا بكم تدرسوها مليح حتى ما يولوش يبانوا هذوك الورق. المهم زيدوا لها شويه توابل اللي درتوهم في المرقه، وكي تدرسوها مليح زيدوا لها مغرف تاع زبده وخلوها بجهه. من جهه واحده اخرى جبت 30 ميل تاع فيونداشي، نص درت به ليبول ونص درت به التعمير. ليبول ديروا لهم شويه توابل، شويه لا شابلور، شويه ثوم، وديروهم ديبول وخلوهم بجهه، من بعد نزيدوا عليهم المرقه. التعمير نجيبوا حبه بصل متوسطه نقطعوها دي بتيدي ونقلوها في شويه زيت ومغرف معمره مليح زبده، خلوها تدبل شويه، ونزيدوا لها 2 مغارف سميد محمص و2 مغارف لا شابلور تاني، نقلوهم مليح حتى يتشربوا هذاك الزبده والزيت. نخلوهم يدفاو شويه، نزيدوهم على داك الفيونداشي مع شويه قزبر ومعدنوس وشويه من هذيك الدرسه. ابخي نزيدوهم شويه توابل، شويه حمار، شويه توابل تاع البركوكس، زنجبيل، كركم، ونزيدوا لهم 4 حبات بيض ومغرف صغيره تاع خميره تاع كاطو. خلطوهم مليح، ابخي نزيدوا لهم ربع كاس تاع حليب. نديروا دي بودان في السيلوفان، ما نزيروهمش بزاف، ونحطوهم يفوروا فوق البركوكس 5 مينوت 10 مينوت يكونوا طابوا. من توجد المرقه من الافضل نرحوها في هذا الرحه، نقلعوا شويه من هذيك المرقه نزيدوهم فوق هذوك لي بول مع شويه درسه ونخلوهم حتى يغلوا، نقصوا عليهم نخلوهم على النار هاديه. بغيت نختصر الوقت والبركوكس هاد المره فورته خطره واحده، كنت شفت الطريقه في اليوتيوب لكن ما ساعدتنيش، كان شرب لي بزاف المرقه وجاتني كميه قليله. نتوما فوروه 2 خطرات كيما تفوروا طعام، وكثروا له الماء حتى يشرب ويبيض كيما راكم تشوفوا. هذوك لي بول وحدين بويدين وحدين ماغون، هذوك مي كنت نطفي نروح نقضي صوالحي نعاود نولي تنداو لي الحبات اللي من تحت وبياضوا. وهنا ننصحكم تفوروه مليح باش ما يشرب لكمش بزاف مرقه، وخصوصا في المناسبات. وكيما شفتوني زدت له هذيك الدرسه، عاود رديته في المرقه. الكميه نيشان دالي 5 حفنات، بصح لو كان نتوما تفوروه غادي يديلكم كاع هذيك الكميه، واحد 6 حفنات قعدت لي قيس حفنه هكا في البورت مونجي. ومن بعد ما زدت البركوكس للمرقه زدت له شويه حمص. كي وجدت التعمير زدتو على الفيونداشي وخليتهم يطلقوا البنه. ولا هنا رانا كملنا، بقالنا غير نذوقوا البركوكس تاعنا لا طاب ولا مازال. من بعد نزيدوا له شويه من المرقه هذيك تاع الفيونداشي باش تزيد له بنه على بنه. وحكوا لي على داك التعمير وديك البنه. وكيما كنت قلت لكم اديت الجيراني، بصح كنت دايره حساب 3، اديت غير 2. دارتها بيا المرقه، بصح ما يعنيش الغلطه تاعي ما تعاودوهاش نتوما. هي وصفه ناجحه مليار بالمية، بصح برك المرقه تشرب لكم هذا ما كان. المهم هذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم، ونروحوا نقول لكم كيفاش طيبوا بكميات كبيره للمناسبات، سهله مهله. تبعوا معايا. احكموا القدره اللي مداري طيبوا بها، اعبروا بها الماء وعمروا في القازر ولا في القدره الكبيره اللي غادي تخدموا بها. شوفوا شحال تجيكم من قدره صغيره وضاعفوا الكميه. باغ اكزومبل رفدت لكم 2 قدور صغار، الوصفه اللي عطيتها لكم بكميه صغيره تاع قدر واحد ضعفوها
في 2 في 3 حسب شا خرجت لكم كميه. وهذه هي بصحتكم، وماذا بيا تجربوه وتردوا لي باسكو على بالي غادي يعجبكم. وارواحوا اللي وصلوا لهنايا غادي نعطيكم سر وما نبخلش عليكم به. شوفوا السر تاعي في البركوكس اللي ما تلقوه في حتى بلاصه وعطاتو لي ميمتي ربي يحفظها، هو كي تكملوا كاع البركوكس زيدوا له كمشه تاع سكر، غادي تزيدكم بنه على بنه. وما تنساوش تدعوا ليا ولميمتي. وبغيت نقول لكم احنا في منطقتنا في السوقر ولايه تيارت نزيدوا له المريسه واللي هي خليط بين التمر والهرمس. اللي يعرفوها يخلوا لي دي كومونتير. وبصحتكم والسلام عليكم.